جيل دخل الدنيا لقاها مولعة، تكنولوجيا بتجري، سوشيال ميديا بتتحكم في كل حاجة وعالم مش مستقر. جيل زد أو جين زي اللي اتولدوا في آخر التسعينات لحد بداية العشرينات مش زي أي جيل قبله. الناس بتسأل الجيل ده رايح على فين؟ ليه بيتصرف بالشكل ده؟ وليه دايما حاسس إنه مش مفهوم؟ اللي جاي مش إجابات جاهزة، دي محاولة لفهم جيل اتولد في عصر ما يعرفش الثبات. الجيل ده اتربى على الإنترنت، مش اتعلمه لما كبر، ده كان موجود من أول يوم، من الماسنجر لصور الانستجرام لليوتيوب ومن فيسبوك لتيك توك. الطفولة كان دايما فيها شاشات، والواقع الحقيقي كان بيتحول لمجرد خلفية. العالم حواليهم كان بيتغير في كل لحظة، ترند ورا ترند، معلومة ورا معلومة، شكل الحياة نفسه ما بقاش يثبت. فبدأت طريقة التفكير تتشكل حوالين ازاي الاحق التغيير، مش ازاي اعيش في استقرار. الجيل اتعود يجرب بسرعة ويكرر بسرعة ويغير رأيه أسرع من اللي قبله بمراحل. اللي كان بيعتبر شغل زمان بالنسبة لهم مش دايما ليه معنى. ما ينفعش تديهم مكتب وتقارير وتقنعهم ان دي الحياة. هم بيدوروا على الحرية، على التأثير، على الإحساس بالجدوى، المعنى قبل المرتب، الراحة النفسية قبل العمر اللي بيتصرف في شغل ما فيهوش روح. لكن الثمن كان كبير. جيل اتعرض للمقارنات من بدري، لضغط مستمر، لصورة مثالية بيحاول يوصل لها وما بيقدرش. معدلات القلق والاكتئاب بين شباب الجيل ده مش أرقام، ده واقع يومي بيتعاش. كل لحظة فيها تقييم، لايكات، فيوز، متابعات، ومعاهم دايما سؤال: هل اللي بعمله ده كفاية؟ بس وسط ده كله فيه قوة حقيقية. جيل بيفكر، بيسأل، بيحاول يفهم نفسه، بيعرف يتعلم بنفسه، وبيشتغل من أي حتة، وبيفكر بره أي صندوق. مش بيتقبل السلطة لمجرد إنها سلطة، ومش بيعمل الحاجة لمجرد إنه ده الطبيعي. مش سهل تحكم على جيل لسه بيتكون ولسه العالم حواليه مش راسي. بس اللي واضح إن جيل زد مش جيل ضايع، هو جيل مختلف، بيحاول يخلق له مكان وسط عالم بيجري. وفهمه مش واجب على الجيل ده بس، ده مسؤولية كل اللي قبله كمان. لو وصلت للنقطة دي من الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وتعمل لنا فولو لو انت على الفيسبوك.